السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه هتكلم النهاردة عن شاب، وفي منه كتير. مش ما هوش حاجة غريبة، هو غريبة بالنسبة لي أنا، بس اتضح إن في شباب كتيرة بالطريقة دي. له 11 سنة. شوفوا الرقم ده قد إيه، 11 سنة بيدور على عروسة بالمواصفات اللي هو عايزها. هل ده يبقى عقل؟ مفيش حد كامل يا ابني، مفيش حد كامل. انت نفسك، هل انت الزوج المثالي؟ هل انت ما فيكش غلطة واحدة؟ مش ممكن. الكمال لله وحده، لا اله الا هو. ولكن تقعد تضيع عمرك كله في البحث عن مواصفات في خيالك؟ ازاي؟ ازاي تضيع العمر ده؟ طب اهو دلوقتي سنه كبر، وكبر جدا كمان، ومحدش موافق على سنه، وفي نفس الوقت ما زال وسيظل برضو عايز نفس المواصفات. ده كمان زائد انها سن صغير، في العشرينات، في بداية العشرينات، وهو في نهاية التلاتينات وداخل على 40، وفي منهم اللي عنده 40 وفوق 40. انتوا تتخيلوا؟ جاني برضو تاني شاب عنده 35 أو 36 سنة، وعايز واحدة لا يتعدى سنها 17 سنة. انت بتنازل حتى وخدها 20؟ قالك لا، 20 تبقى كبرت. امال انت تبقى ايه لما 20 تبقى كبرت؟ انت تبقى ايه؟ طب لما انت كنت في العشرينات علشان تاخد واحدة عندها 17 ولا 16 سنة، يبقى انت في العشرينات. لما كنت في العشرينات كنت فين بقى عشان هي توافق عليك؟ لكن تبقى انت عندك 36 وعايز واحدة عندها 17 سنة، حد أقصى. طب انتوا عارفين انا جاتني بنوتة، ربنا يهديها يا رب ويصلح حالها، كان عندها 17 سنة. قلت لها لا يا ماما، روحي اقعدي في بيتكم لحد ما يبقى حتى على الأقل يبقى سنك 20 سنة. إنما 17 سنة دي انت لسه كتكوتة في المدرسة. قالت لا، ما انا طلعت من المدرسة خلاص، انا مش هروح المدرسة وهتجوز. تتخيلوا؟ عايزة تقعد في البيت ومش هتروح المدرسة، وهي عايزة بقى كده تتجوز علشان تلبس الفستان وتفرح بالفرح عيلة تفكير طفولي. هي عايزة تفرح بالهيصة، بالفستان والزفة والكوافير والمكياج والشعر ومش عارفة ايه، لكن هي ما تعرفش الهم اللي جاي وراه. مش فاهمة. عيلة. طب انت يا اللي وصلت ل36 ولا 37، تعمل ايه بكتكوتة زي دي؟ عيلة مش فاهمة حاجة. يا ابني، او كلامي طبعا لكل الشباب اللي تعدوا سن ال30، ودول ياما ما شاء الله، ياما 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 كتير جدا فوق ال30. لما يبقى بينك وبينها 3 4 سنين، 5 سنين، 7 سنين، ماشي. مش يبقى ضعف، يبقى انت سنك ضعف سنها. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش. ده حتى يبقى في فرق، مش هيبقى في فرق في السن وبس، ده هيبقى في فرق كمان في تفكيرها. تفكيرها هيبقى طفولي جدا، وانت راجل ناضج. والكمال لله، اقولها واعيدها 100 مرة، الكمال لله. مش ممكن ابدا هتلاقي كل المواصفات اللي انت حاططها، مش ممكن. اتنازل شوية يا ابني.
عشان تقدر تعيش. يا رب اصلح حالهم، يا رب، يا رب اصلح حالهم واهديهم وبارك فيهم وحقق لهم كل اللي بيتمنوه لما فيه الخير وترضاه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.